هذه هي التصريحات التي وصلتنا قبل قليل إلى قاعة التحرير، رصدها أحمد هديبل وإبراهيم برقاش في توالي ردود الفعل دائما وفي تصريحات جديدة. رأي ربما رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي حذر من بعض النقاشات الدائرة حاليا والتي تطبعها حسبه البيزنطية بتبريرات غير مقبولة، مشيرا أن هذه النقاشات ساعدت بإبقاء الوضع القائم رغم تغيير الرجال. المزيد في ميكروفون عادل زيدي. إن النقاشات البيزنطية والتبريرات الواهية التي تغذي الإبقاء على الوضع القائم غايتها الإبقاء على قاعدة التوكيل المقدسة التي تسمح بتغيير الرجال والمجموعات من دون المساس بآليات عمل الحكم. هذه القاعدة التي ظلت مستقرة وثابتة أعاقت رجالا من النجاح ومنعت الخيارات السياسية والاقتصادية من الوصول إلى أهدافها. حمروش اختصر في الندوة التي نظمها بيومية الحوار المشاكل التي تواجهها الجزائر في خطرين هامين حسب وصفه، هما التصادم الحاصل والأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد. البلاد اليوم في مواجهة خطرين داهمين، والوضع القائم عاجز تماما على مجابهتهما. الأول التصادم والصراعات بين المتمسكين بالوضع القائم الذين يرون أن بقاء النظام يتطلب استبدال الرجال فقط. والثاني عدم وجود حل بديل تقني اقتصادي لمعضلة انخفاض أو الانخفاض المزدوج لإنتاج المحروقات وأسعارها أو عائدتها. وفي رده على سؤال يتعلق بآخر التغييرات المجرات بجهاز المخابرات، ثمن حمروش هذه التغييرات والمهام لبعض المديريات وألح كذلك على ضرورة تغيير بعض الآليات الأخرى. التغييرات هي في لحد الآن في تبديل الأشخاص، ولو أن داخل وزارة الدفاع يظهر أن التغييرات ولم تقف فقط عند تغيير الأشخاص، بل امتدت إلى تحويل بعض المهام أي تغيير بعض الهياكل، وهذا شيء جيد. لكن البلاد في حاجة إلى تغيير الآليات الأساسية. هذه الآليات نوعين: الآليات السياسية والآليات الاقتصادية.